اهلا بيكم. بيتك على اكبر بارك في التجمع الخامس 141 فدان. النهارده هنتكلم عن اخر مرحله فيلل دايركت على البارك في مشروع هايد بارك في التجمع الخامس. المشروع ليفابل وساكن وعايز زي ما احنا شايفين. المشروع فيه فاسيلتيز محترمه جدا. احنا موجودين دايركت على ال90 الجنوبي والدائري الاوسط. لو محتاجين تفاصيل اكتر عن مرحله جراند بارك تقدروا تكلموني على الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه. نبدا BLCV. طبعا المشروع ملك لهيئه المجتمعات العمرانيه وبنك التعمير والاسكان. دي ميزه مهمه جدا. هيئه المجتمعات العمرانيه يعني كل المرافق بتكون داخله سواء ميه غاز كهرباء اوريدي موجوده في الكومباوند، وبنك التعمير والاسكان اللي بيمول الكونستراكشن. احنا ما عندناش ديلي في المشروع خالص، كل المراحل بتتسلم في الوقت اللي موجود فيه في العقد. الشركه عندها مشروع هايد بارك اللي احنا موجودين فيه، عندها مشروع تاوني في 6 اكتوبر قدام نادي الجزيره وجراند ليك، وعندنا في الساحل الشمالي مشروع سي شور في خليج راس الحكمه كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. بالنسبه للوكيشن احنا موجودين دايركت على ال90 الجنوبي. لو حضرتك جاي من عند الAUC بتكمل لحد صينيه قطاميه ديونز، بعد قطاميه ديونز بنلاقي مشروع ميفيدا على ايد حضرتك الشمال. احنا بعد ميفيدا على طول. احنا قطع رقم 1 في ال90 ولينا واجهه على ال90 وواجهه على الدائري الاوسط. لو حضرتك جاي من ال90 بيكون عندي 3 مداخل على ال90 وكمان عندي 5 أو 4 مداخل من على الدائري الاوسطي، دول موجودين حاليا. الدائري الاوسطي طريق مهم جدا. قدامنا على طول زد ايست ولافيستا سيتي والعاصمه ومستقبل سيتي. بالنسبه للديزاين مشروع على مساحه 1500 فدان. ماونتن فيو خدت 200 فدان عليها مشروع ماونتن فيو هايد بارك، وصبور واخد 100 فدان عليهم مشروع ذا سكوير صبور. بيتبقى عندي 1200 فدان. الجزء اللي احنا موجودين فيه ده على مساحه 900 فدان، وفي 300 فدان في المستقبل هنعرف تفاصيلها. دي اخر مرحله في المشروع دايركت على بارك اللي هي 141 فدان. دي اكبر بارك في التجمع وكمان في مصر. مشروع مبني على الديزاين الكلاسيك والمودرن. المرحله اللي احنا بنتكلم عليها هي ماكس ما بين المودرن والكلاسيك. المشروع 80% منه فيلل و20% منه شقق. فلو حضرتك واخد شقه فانت في مكان كله فيلل، ولو حضرتك شاري فيلا فانت برضه في مكان كله فيلل. الميزه ان هو في كل التايبس اللي انت محتاجها. حاليا احنا نازلين بمرحله جراند بارك، دي فيها تاون هاوسز وتوين وستاند الون فيلا. عندي مساحات بتبدا من 217 او 215 متر بتوصل ل 700 متر مباني. بالنسبه للفاسيلتيز، اولا احنا ميجا بروجكت على 1500 فدان، فانت حضرتك مش محتاج تخرج من المشروع. لو حضرتك جاي من اول 90 بيكون عندنا نادي رايز ده على مساحه 42 فدان، ده اكبر نادي في نيو كايرو. ده هيسيرف على كل الاريا كلها حرفيا. مرحله جراند بارك في قلب النادي وفي قلب البارك. عندنا مسجد جنب النادي، وعندنا مبنى كامل للعيادات. عندي مول على مساحه 71 فدان، ده اوريدي مبني بالفعل وهيشتغل في خلال من سنه ونص لسنتين. غير البارك اللي على مساحه 141 فدان اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي. دي اوريدي اشتغل منها المرحله الاولى، ودي مساحه مش موجوده في التجمع قد كومباوندز موجوده دلوقتي. هنا كمان فندق ده نفس الكونسيبت بتاع ويستن في قطاميه ديونز. غير عندي منطقه هايد اوت دي دايركت على ال90، دي منطقه ريتيل فيها كافيهات ومطاعم. غير عندي بزنس ديستريكت، دي مباني اداريه دايركت على ال90، دي اوريدي مبنيه دلوقتي هتبدا تتسلم للعملاء في خلال سنه. عندي كلاب هاوس شغال دلوقتي، المشروع كله فيه حوالي 3 أو 4 كلاب هاوس، غير المستشفى اللي هتكون موجوده. عندي اوريدي 3 مدارس انترناشونال، فحرفيا حضرتك مش محتاج تخرج من المشروع. بالنسبه للمساحات والاسعار والبيمنت بلان، اولا عندي تاون هاوسز مساحات بتبدا من 217 متر، دي اوريدي الميدل فيها بنتكلم فيه 11 مليون 200، والكورنر بنتكلم فيه 13 مليون 800. عندي توين هاوس مساحته 237 متر، ده بيبدا من 15 مليون 200. عندي بعد كده توين مساحته اكبر شويه، ده قريب لمساحه الستاند الون، بنتكلم فيه 343 متر مباني، بيبدا من 21 مليون 900. عندي بعد كده ستاند الون مساحات بتبدا من 374 متر بتوصل ل 687 متر مباني، ودي سعرها بيبدا من 27 مليون 800 بتوصل ل 56 مليون. البيمنت بلان احنا بندفع 5% داون بيمنت، 5% بعد 3 شهور، والباقي قسط ايكوال على 8 سنين، والدليفري في خلال 3 سنين. المشروع ليفابل وساكن وعايز زي ما احنا شايفين. البارك اوريدي اشتغلت، عندي منطقه هايد اوت، عندي كلاب هاوس شغال. احنا قطع رقم 1 في ال90 الجنوبي. انا بشتري بيت اوف بلان في مشروع مبني. المشروع اوبورتيونيتي قويه جدا سواء حضرتك بتدور على سكن او انفستمنت. الاسعار دي تعتبر ريزونبل جدا لاسعار الماركت اللي موجوده دلوقتي. لو محتاجين تفاصيل اكتر عن مشروع هايد بارك والمرحله الجديده جراند بارك تقدروا تكلموني على الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه.